الصينيه دي حرفيا هتشرفك قدام ضيوفك، فيها حاجات كتير قوي. فيها قطع كنتاكي، فيها رز بالخلطه، فيها قطع ستريبس، فيها جلاش، فيها شاورما، فيها كمان سمبوسك، فيها حاجات كتير قوي. بجد خطيره وهتشرفك قدام ضيوفك، وفرخه واحده بس. يلا كده نقول بسم الله. وجبت فرخه غسلتها كويس قوي وقطعتها. ابتديت ان انا اجيب الوراك، وابتدي ان انا اشيل الدبابيس منها، والقطعه التانية بشيل منها العظم، علشان نعملها كده على الشكل اللي انتوا شايفينه معايا، وهتبقى معايا احلى قطعه كنتاكي. هنجيب الدبابيس كده وابتدي ان انا اعمل فيها فتحات كده علشان التتبيله تخش جوه اللحم من جوه، وكمان اللحمه تستوى معايا من جوه. تعالوا بقى نشوف قطع الصدور. جبت الصدر قسمته على 2 زي ما انتوا شايفين كده. هاخد اول قطعه واشيل القطعتين اللي موجودين اللي هي شكل موزه، وابتدي ان انا اركنهم على جنب. بجيب اول جزء من الصدور، وابتدي ان انا اقسمه 2 بالشكل ده، وبعد كده ببتدي ان انا اقطعه بالطول على شكل ستريبس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان هنعمل احلى ستريبس عشان تدينا كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. وباخد القطعه التانية من الصدر اللي هي على شكل موزه، وابتدي ان انا بقى احطهم في محلول هيخلي اللحمه طريه جدا. احط ميه، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكمان شويه كزبره مطحونين، وكمون، وفلفل اسود. وبعد كده ببتدي ان انا انزل بكل الفرخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيفضل طبعا معايا صدر، هقولك هنعمل بيه ايه. بسيبها كده في المحلول ده لمده ساعتين او 3، واستحسن تعمليها من بالليل. القطعه اللي فاضله من الصدر ببتدي ان انا اقطعها بقى قطع صغيره بالطول كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد الصدر اقطعه على 3 شرايح، وابتدي ان انا اقطعه قطع صغيره رفيعه بالشكل ده، علشان هنعمل احلى شاورما خطيره. هقول لكم هنعمل النهارده بالفرخه دي كلها ايه. يعني هتعملي حاجات كتير قوي من الفرخه دي. هقطع كل كميه الصدر بالشكل ده على شكل شاورما، وابتدي ان انا بقى اقطع معاها شويه بصل كده، ولو عندك فلفل الوان، عندك خضار اللي موجود او اللي انت حابه تعملي بيه الشاورما وتكتري بيه الكميه، حطيه فيها. هجيب بصلتين، طبق بصل احمر او بصل ابيض، واقطعه كده طرنشات بالشكل ده، طرنشات رفيعه، واحطها فوق الشاورما. تعالوا بقى نعمل الرز الاول. بعد كده بجيب حله على النار، وبحط فيها زيت، توم باودر، بصل باودر، عندي صويا صوص، عندي كمان دبس رمان، واحط كاري وكركم وتوابل كبسه. بديهم كده بس تشويحه. وبعد كده ببتدي ان انا ازود الميه اللي هعاير بيها الرز بالشكل ده، وحطيت ورق لورا، وابتدي ان انا اغطيها. اول ما بتغلي بكون غاسله الرز كويس قوي، سواء رز بلدي او رز بسمتي. وبعد كده بضيفه فوق الميه، وبعاير الميه كويس قوي، وبحط لها الملح بتاعها، وبديها تقليبه. ولو عندك شويه زبيب حطيهم. الزبيب بيدي طعم حلو قوي للرز اللي بالخلطه. وبسيبه يستوي معايا على نار عاليه، وبعد كده بوطي النار بعد ما بتنشف الميه. تعالوا بقى نحضر التتبيله بتاعه الشاورما. ببتدي ان انا اجيب طبق، بحط فيه مع كوبايه من الزبادي، توم باودر، بصل باودر، وزيت، وكمان بابريكا مدخنه، وفلفل اسود، وملح، وتوابل كبسه. بقلبهم كويس قوي، وبحط فوقيهم الشاورما اللي انا قطعتها والبصل، وببتدي ان انا اسيبها كده ساعه، نص ساعه، على حسب ما انت حابه، في طاسه على النار فيها كده كميه مناسبه للزيت. وبعد كده اول ما بيسخن معايا الزيت، بنزل بالشاورما بتاعتي وبديها صدمه، وبسويها كويس قوي مع التقليب المستمر. كان عندي بقى جلاش. ابتديت ان انا اطلعه واحط ورقتين فوق بعض. ممكن تعملي الشاورما دي في عيش تورتيلا او عيش شاورما زي ما انت حابه. لو هتعمليه زي كده في عيش في جلاش، ببتدي ان انا اجيب ورقتين وبتني الجزء اللي من فوق، وابتدي ان انا احشي حشوه الشاورما من جوه، وبقفلها كويس قوي. خليط التسقيه عباره عن حليب، كوبايه من الحليب، بضايه، كمون، وفلفل اسود، وملح، وبابريكا، وبقلبهم كويس قوي وبسقي بيهم. وببتدي ان انا ادخل اسقي بيه الجلاش بعد ما بقطعه على حسب ما انت حابه، وبسخله الفرن. وللاسف دي لقطه دي اتحذفت. الرز بقى ببتدي ان انا اديله تقليبه، واوطي عليه النار يكمل سواه. تعالوا بقى نحضر اخر حاجه بقى، نقلي بقى الاستريبس بتاعنا، ونقلي معانا الكنتاكي. دي بحط فيه التوابل اللي انا حطيته في التوابل اللي انا حطيتها في الفراخ. وبعد كده بطلع الفراخ، وابتدي ان انا انزلها في الدقيق ببدرها، وبعد كده بنزل فيها بالميه تاني. وبعد كده ببتدي في زيت سخن، ببتدي ان انا احمر القطع بتاعتي الاستريبس او الكنتاكي بالشكل ده. انا بديها التمويجه بتاعه الكنتاكي اللي بتبقى من بره، بنزلها مرتين في الدقيق ومرتين في الميه في الشكل ده. وابتدي ان انا ابدرها كويس قوي، واشيل منها الدقيق تمام.
في طاسه على النار فيها زيت، ببتدي ان انا انزل بقطع الكنتاكي والستريبس وابتدي ان احمر. الزيت يكون دفى يعني سخن، وبعد كده بوطي النار علشان انا عايزه الفراخ تستوي. لو عليتي عليها النار هتلاقيها خدت لون ده من بره وما استوتش من جوه، فبتبقى النار كده. وبقلبها على كل الجوانب وبخلص كل الكميه. شايفين القطعه عامله ازاي زي القطعه اللي بتشتريها من بره واحلى وضامنه نظافتها. بخلص كل الكميه والرز معايا استوى وخلاص، وقليت كمان معاهم شويه سمبوسك، بس اللقطه دي للاسف اتحذفت. وابتديت ان انا اقدم الصينيه بتاعتي وحطيت عليها شويه سمبوسك، والجلاش كمان معايا استوى. وبألف هنا بجد، صينيه هتشرفك قدام ضيوفك. جربوها تعجبكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين.